عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما تنساش الصلاة على الحبيب. مهمة جدا. بعد ما حضرتك صليت على الحبيب بفكرك برضو ما تنساش ان انت تدعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويقويهم على عدوهم وعدونا، يقول امين. تمام. نبدأ بايه؟ خلينا نبدأ بفوز النادي الاهلي امبارح على فريق الداخلية بنتيجة الرباعية مقابل هدف واحد. يعني مباراة كانت قوية جدا من النادي الأهلي. اللي عاجبني في المباراة، سيبك من إن أنت بتلعب خصم قوي أو خصم ضعيف والكلام ده كله، اللي عاجبني إن إحنا بدأنا نشوط على المرمى من مسافات، وده شيء إيجابي. احنا بقالنا فترة لا تحس ان احنا عايزين نجيب الجون من جوه الجون، انما دلوقتي بقينا في تسديدات، في مش عارف ايه، في حركات، في شغل بدأ يتعمل بقاله كام مباراة. وده تغير شوية في نوعية اللعب اللي كان بيتبعها السيد مارسيل كولر قبل كده. ده شيء ايجابي وشيء جيد، ورجعنا تاني للاستحواذ بقى، وانك تمسك الخصم تفطسه لحد ما يجيب اخره. فدي حاجة تمام جدا، اتمنى ان احنا نستمر عليها، واتمنى مع حتى اختلاف الخصوم او مدى قوتهم برضو ان احنا نستمر على الحوار ده، لان ده اللي كان بيميزنا في بداية فترة مارسيل كولر. الكرة الكويسة، الاهداف الكتيرة، الشغل العالي. فبقالنا كام مباراة في تحسن. يعني الدنيا كانت واقعه شويه، بدانا نعلى شويه. الاجازه بصراحه بتاعت ماتش الزمالك فرقت بشكل كبير جدا، اديتك متنفس كبير جدا. فشكرا كابتن حسين لبيب وشكرا نادي الزمالك على هذه الاجازه اللذيذه اللي خلتنا نرجع بشكل افضل. فشكرا ليكم جميعا، ده جميل مش هينفع ان احنا ننساه لكم على راسنا من فوق. فده حاجه. الحاجه التانيه اللي عايز اتكلم عليها وهي طبعا مشاركه كريستو. كريستو اصلا اول ما نزل يعني ده كان بالنسبه لي شيء مفاجئ. ما لعبش دقايق كتيره، ولكن ده لاعب ما بيلعبش خالص. ففكره ان انت تشوفه اصلا موجود في القايمه ده كان مصدر فرح ثم بعد ذلك تشوفه في الملعب، فده شيء ايجابي جدا. اللاعب هل عنده الامكانيات؟ احنا اتكلمنا مئات بل ملايين المرات على هذا اللاعب، وقلنا انه عنده الامكانيات اللي محتاجه تتطور باللعب فيبقى كويس. هو امكانياته كويسه. لسه لعبه ناشئين شويه، اللي هو بتلاقيه بيحاول يعمل كل حاجه في نفس الوقت. ده طبيعي لانه دقايق اللي بيلعب فيها قليله جدا، فده طبيعي. ف ولكن هو حط كوره امبارح حلوه. يعني الاوفر اللي اترفع ده ما عندناش حد باك بيعرف يرفعه خالص، فالراجل رفع اوفر حلو جدا يعني امبارح. فده شيء ايجابي، شيء ايجابي. اتمنى والله ان انا اشوفه في مباراه طلائع الجيش. هل المباراه تسمح ان هو يكون موجود اساسي؟ لا. نزله يا سيدي 10 دقايق كمان، نصايه بس، زود في فترات لعبه شويه. يعني بدل ما 10 دقايق او 8 دقايق او حاجات اللي هي القليله دي، نخليها مثلا نصايه. بعد مثلا نعدي مباراه بيراميدز اللي هي المباراه اللي بعدها، خليه يبقى شوط. م? شوط بعد كده ماتش يلعب بقى اساسي وبتاع. انا بقول لك ده لعيب كويس، بس محتاج استمراريه المشاركه ويحس بالامان. لان مشكله كريستو، وده واضح جدا في طريقه لعبه، انه لا يشعر بالامان. لا يشعر بالامان تماما. وهو ده المشكله. يعني انت امبارح جات له كوره، الكوره دي جون ملهاش حل، بس في ظروف عاديه، في ظروف لاعب ما عندوش اي مشاكل، في ظروف لاعب حياته حلوه ما عندوش اي علامات استفهام، فكرة كانت تبقى جول. ولكن ما حدث امبارح ده نوع من انواع التسرع، لاني لا يشعر بالامان. هو ما صدق ايه ده الكوره، يلا فاهم. ف يعني اتمنى ان احنا نشوفه الفتره الجايه. طبعا امبارح كان عندنا كام حدث كده غريب جدا. يعني في كام حدث غريب. الحدث الاولاني وليه علاقه بالمنتخب الاولمبي. ولو ما تعرفش القايمه اللي اكيد انت عرفتها امبارح، تعالى اقولها لك عشان لو انت ما تعرفش، بس اقولها لك في السريع كده. حراسه المرمى حمزه علاء، علي الجبري. الدفاع كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، احمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، محمد طارق، احمد عيد، محمد المغربي، عمر فايد. خط النص محمد النني، احمد سيد زيزو، كوكا، محمد شحاته، زياد كمال، ابراهيم عادل، محمود صابر، احمد عاطف قطه، ومصطفى سعد ميسي. وفي الهجوم بلال مظهر واسامه فيصل. دي قائمه المنتخب اللي ان شاء الله هتمثل مصر في اولمبياد باريس. تمام. طبعا بعد القائمه ما طلعت كان في حدث غريب جدا، وهو ظهور الصحفي احمد عبد الباسط، اللي فجر مفاجاه كانت يعني بصراحه تعتبر فضيحه لو كانت حصل. معرفش هل كانت ممكن تحصل. فالراجل ده لما طلع قال الكلام ده،
طبعا الموضوع اتقفل عليه. وهو طبعا ان ايه، احنا جبنا ابراهيم عادل ومش عارف ايه ولاعيبه بيراميدز هي موجوده، بس ان شاء الله كده في الخباثه كده هنبقى نسربهم يطلعوا يلعبوا الماتشات اللي جايه. فطبعا دي كانت هتبقى فضيحه، وفضيحه كبرى لاتحاد الكوره. هل انا بقول ان كلام عبد الباسط صح؟ اشك انه صح يعني طبعا هو اكيد عنده مصادر، ومصادر محترمه جدا، ولكن ده لو كان حصل، انا بقول لك الدنيا كانت هتتقلب. الدنيا هتتقلب ليه؟ لان انت عندك طرف مركز قوي المره دي، وهو طرف النادي الاهلي. النادي الاهلي قافش مع بيراميدز في كل حاجه. انت بتعمل له كذا، طب اعمل لي كذا. انت كذا، لا وانا كمان. وهنا بقى نروح لحته معلش في السريع كده هتكلم فيها، وهي علاقه الشيزوفرينيا الاعلاميه. وهي فكره، يا جدع طب وايه اللي فيها؟ ما ابراهيم عادل ولا محمود صابر يرجعوا عادي البيراميدز، ما دي لعيبه اساسيه. انما انت يا نادي اهلي يعني لعيبتك مش اساسيه، فانت ممكن تستغنى عنها. وهنا نبحث او نسال سؤال لهذا الطرح المستفز. واحد يقول لي هو ليه طرح مستفز؟ ما انا اسالك اقول لك دلوقتي ليه ده يعتبر طرح مستفز. لان هل حضرتك تناقش الفكره ولا بتناقش المبدأ؟ يعني واحد يقول لي يعني مبدئيا كده، هل حضرتك بتناقش المبدأ اللي هو هل انت مبدأك واحد، ان اللعيبه كلها تكون موجوده بصرف النظر اساسي مش اساسي، ولا حضرتك على حسب اللون والهوى؟ لان طبعا اغلب الاعلاميين اغلبهم هم كلهم في الاساس زملكاوي يعني، فانتمائهم واضح جدا في الكلام. فهنا هل حضرتك لما بتتكلم، هل ده طرح عقلاني لما تقول لي مثلا اصل دول اساسيين دول مش اساسيين؟ مفيش حاجه اسمها كده. ده معسكر منتخب، ودول على قوه المنتخب الاولمبي، ودول على قوه المنتخب الاولمبي. خلاص تنساهم زي ما الاهلي نسيهم. زي ما طب ما اسامه فيصل ده مش مهم بالنسبه مثلا لفريقه؟ يعني سؤال والله بيطرح نفسه. البنك الاهلي هل يملك من الرفاهيه انه عنده حد تاني احسن من اسامه فيصل؟ ده سؤال والله بيطرح نفسه. بلاش اهلي، مش هقول لك اهلي يا عم، توظف الاهلي، سيب الاهلي كده على جنب. هل اسامه فيصل وفريق البنك الاهلي يملكوا من الرفاهيه حد افضل من اسامه فيصل؟ رد. اكيد يا جدع، لا والله ما اكيد ما عندهمش. طب اي اسم بقى تاني، هات اي اسم، اي اسم من الناس اللي موجوده باستثناء يعني بتوع الزمالك وبتوع الاهلي، مش هنجيب ناس تاني، احمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، محمد طارق، مش عارف ايه المغربي، الكلام ده كله. هل الانديه بتاعتهم تمتلك من الرفاهيه ان هي عندها لعيبه تانيه تقدر تأدي مكانهم؟ الإجابة طبعا وقطعا لا. حضرتك ليه ما بتناقشش بقى في اللعيبة دي؟ ده لو انت راجل بتدافع عن مبدأ. انما انت حضرتك ما بتدافعش عن مبدأ، انت طالع تتكلم وخلاص بانتماءات واهواء. لاني زي ما بقول لك اهو، لو انت فعلا بتدافع عن مبدأ، فتقول والله زي ما ابراهيم عادل هيخرج، يبقى اسامه فيصل يخرج، لان البنك الاهلي عنده مباريات صعبه، وموقف البنك الاهلي متنيل، وبالتالي فده لاعب مفيد. ف ها ما سمعتهاش خالص. ولكن احنا ماسكين في النادي الاهلي ليه؟ عشان نروح حته تانية، وهي فكره انضمام زيزو للمنتخب. وقال لك والله يا اصل احمد زي زيزو والزمالك يضحي والكلام ده كله. الزمالك مين اللي بيضحي يا عم الحاج؟ معلش انا اسف، الزمالك مين اللي بيضحي؟ انا اسف والله. مين اللي بيضحي فين؟ اصل اعظم لعيب عندهم خرج، ده على اساس ان هو يعني في المركز الاول وبيصارع من اجل بطولة الدوري. ده بيصارع من اجل الهبوط. الزمالك في المركز التاسع. المركز التاسع. انت عارف يعني ايه انت في المركز التاسع؟ انت محدش شايفك. والسؤال التاني، السؤال الاهم، طبعا انا شفت بعض الناس تقول لك عيب ان الاهلي يعمل كده ومش عارف ايه. بص ده المنتخب المغربي معاه اشرف حكيمي ومش عارف مين والكلام ده كله. هذه نجوم عالميه صح يا جدع؟ طب حضرتك ليه ما اتكلمتش على محمد صلاح اللي موجود في اليونان معاه كوكا؟ ما اتكلمتش معاه عليهم ليه؟ ما الاثنين يصنعوا فارق. هل محمد صلاح بقيمه امام عاشور او حتى محمد عبد المنعم في التاثير؟ اكيد محمد صلاح احسن وافيد واقوى وقائد وعالمي، وهيتعمل له مليون الف حساب وقصص بقى من الحكايات اللذيذه دي. لماذا لم تتكلم عن وجود محمد صلاح هناك؟ قال لك والله اصل ليفربول رفض. طب ليه ليفربول رفض؟ قال لك والله عشان اللوائح ومش عارف ايه والكلام ده كله. والله بص، طرح غير عقلاني. طرح غير عقلاني. طبعا احنا
كهنا انا مثلا كهنا ما ينفعش اقول لك والله ليه محمد صلاح مش في هناك، لانها دي بطوله منفصله، حاجه بره الاجنده، حاجه يعني خلينا نكون واضحين مش هتعمل فرق قوي يعني. وبالتالي فانت ايه، مش مستني محمد صلاح، لا محمد صلاح صح ان هو يريح للموسم اللي جاي يكون موجود والكلام ده كله، وتستعين بيه في التصفيات والكلام ده كله، ده اوقع يعني. مش هجيبه في ماتشات بتاعه اولمبياد. انا متاكد ان احنا حتى لو رحت بصلاح، وحتى لو رحت بعبد المنعم وامام عاشور، وخدت منتخب مصر الاول كله وطلعت بيه، برضه مش هتكمل كتير في الاولمبياد يعني. خلينا نكون واضحين، انا بقول لك هو حتى لو خدت المنتخب الاول مش هتاخد يا سيدي، لا ريح العيال الصغيره دي كلها، خد المنتخب الاول، المنتخب الاول بقياده صلاح كابتن الفريق، وخد بقى الشناوي وامام عاشور وعمر كمال ومرموش، ولم كل الناس دي كلها هتروح تخسر هنا. وهذه ليست رسالة للإحباط، بس أنا بفهمك بس إن إحنا ككرة قدم مش جامدين، إحنا قليلين قوي. ف يعني معلش طولت في الحتة دي. ف... تعال نختم بحاجة مهمة جدا، وهي ليها علاقة، أو حاجتين معلش. الحاجة الأولانية هي ليها علاقة بيحيى عطية الله، كنت عايز أقولها والله في الأول بس الموضوع سرح في الكلام ده كله. المهم موضوع يحيى عطية الله، تقدر تقول ان الاهلي وصل لاتفاق ما بينه وما بين يحيى عطية الله على اعاره لمده موسم، اعاره لمده موسم بنيه الشراء، اعاره لمده موسم بنيه الشراء. وده يتفق مع ما قلناه سابقا يعني. احنا اتكلمنا قبل كده على الموضوع ده، بس في حته دلوقتي انا مش فاهمها يعني. بعد اصابه معلول، معرفش تفتكر ولا لا، قلت لك ان عندي مصدر موثوق بيه قوي قوي قال ان معلول مش هيكمل، قلت لك المعلومه دي يعني. المهم فيما بعد معلول، المعلومات اللي عندي انه جدد، فتمام. فانا دلوقتي عندي معلول ويحيى عطية الله، الاثنين باك شمال، هتعملوها ازاي دي يا جدع؟ معلول انا عارف ان النص الاولاني من الدوري مش هيكون موجود بسبب الاصابه، يعني غالبا اسمه هيكون مرفوع، بس برضو ده مكان اجنبي، هتعملوها ازاي؟ ده سؤال بيطرح نفسه، انا مش فاهم. ما اعرفش هل مثلا حضرتك في اعتباراتك ان معلول هيقعد تجهزه وبتاع، وفي يناير مثلا يروح اي حته؟ اتمنى يكون ده التفكير يعني، لاني هتجيب يحيى عطية الله تقعده دكه لمعلول، او تقعد معلول دكه ليحيى عطية الله. فطبعا دي فيها حوار كبير جدا. طبعا احنا اتكلمنا ساعه اجتماع لجنه التخطيط، وقلت لك ان مارسيل كولر قافش وقامت وصامت على فكره يحيى عطيه الله، انه عايز يحيى عطيه الله لانه مش هيبدا الموسم من غير باك شمال يكون موجود. وبالتالي هذا الكلام جيد على المستوى الفريق جاي، ولكن في بقى خازوق في النص اللي هو ايه؟ علي معلول. حضرتك جددت معاه يعني في تجديد لمده موسم، فهل ده تجديد اللي هو فكرة أنا جاهزك والكلام ده كله، ونيجي في يناير معلول مثلا يروح أي حتة؟ أتمنى ده ممكن يكون ده في الدماغ، أنت كده كده هتبقى رافعه من القايمة. ولكن في حالة إن مثلا ما راحش، هتعمل إيه؟ هتحط معلول في مكان أجنبي، وأنت المفروض بتسعى لضم مهاجم وبتسعى لحاجات كتير. ما اعرفش بقى الحسبة هتبقى ازاي، ولا هتخلي الاتنين وده يلعب وده يلعب ويبقى المكان قوي جدا؟ فهنشوف يعني. فكره امتلاك الاثنين برضو هي فكره ماشي حلوه، لان انت مفتاح لعبك اصلا ناحيه الشمال اساسا. ففكره وجود معلول ده طبعا شيء ايجابي جدا، ووجود يحيى عطية الله هو شيء ايجابي، ولكن هو هيدمر لك القايمه الا اذا نجحت بشكل ما ان انت يعني القايمه مثلا السنه الجايه تبقى بعدد اجانب مثلا اكبر، يبقوا تسعه مثلا، ثمانيه، حاجه زي كده. فطبعا ساعتها تبقى افضل بكتير. ويعني اتمنى ان ده يحصل، يعني انت تزود عدد الاجانب اكتر والكلام ده كله. اخر حاجه هختم بيها، وهي تصفيات كاس الافريقيه. مصر وقعت مع مجموعه فيها كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا، فمجموعه في اللذيذ يعني. مش شايفها يعني حاجه جامده قوي، فان شاء الله خير يعني. تمام تمام. الاهلي معلش، الاهلي اجازه لمده 48 ساعه قبل مباراه طلائع الجيش، فانت اجازه 48 ساعه. مباراه طلائع الجيش يوم الاثنين، هترجع للتدريبات يوم الاحد. فصباح الفل. امبارح كولر في المؤتمر قال لك ان كهربا هيكون معانا في تدريب يوم الاحد، اللي هو استعدادا لمباراه طلائع الجيش، وده زي ما احنا قلنا، بس غالبا ما اعتقدش هيكون موجود في مباراه طلائع الجيش. تمام تمام.